فقط ساعات الحزم في الصحراء؟ هل تحمل الساعات المقبلة مستجدات عسكرية في المنطقة العازلة؟ هل يتحرك الجيش المغربي لحماية القرقارات؟ الأسئلة تطرح بقوة وسط المغاربة بعد إعلان جبهة البوليزاريو تصعيد وحش قواتها العسكرية على امتداد الجدار العازل. وتحاول الجبهة استباق أي تدخل عسكري مغربي محتمل في المنطقة العازلة، حيث أعلنت أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي الشريط العازل سيعتبر عدوانا صارخا وتمرسا نهائيا من طرف المغرب من التزاماته بالخصوص وقف إطلاق النار، مما يعطي للطرف الصحراوي حق كامل في الرد والدفاع عن السيادة الوطنية بكل وسائل المشروعة. ونقلت جبهة الانفصالية أن قوات الجيش المغربي بعد أن قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد الجدار العازل بمنطقة القرقارات بدأت منذ ليلة الأمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة وفق تعبيرها. وتروج المنابر المقربة من جبهة الانفصالية ما اعتبرته استنفار الوحدات العسكرية التابعة للجبهة، وبأنها مستعدة لخوض الحرب شاملة وطويلة الأمد في حالة حشد القوات العسكرية بجانب المنطقة العازلة. وفي هذا الصدد قال الخبير في الشأن العسكري والأمني عبد الرحمن المكاوي إن القوات المسلحة الملكية على أهب الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري في المنطقة عازلة في وقت راهن، مبرزا أن المغرب مستعد لكل الاحتمالات الممكنة بما فيها الخيار الحرب. وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية أن البوليزاريو والجزائر وجنوب إفريقيا يعملون كتحالف وأحد يحاولون الهجوم على المغرب واستقراره، وحيث وقعوا الاتفاقية الدفاع مشتركا موردا نحن أمام وضع خطير وغير مسبوق في المنطقة العازلة. وشدد المكاوي على أن الجزائر تعمل على ترحيل عشرات المحتجزين صوب المنطقة العازلة خاصة في شمال موريتانيا، وذلك بتواطؤ من بعض الأطراف الموريتانية، مضيفا أن المغرب سيعمل على تحرير معبر القرقارات التي تحاول الجبهة الاستيلاء عليه. وتابع الخبير العسكري بأن المنطقة على الصفيح الساخن والقوات المسلحة الملكية في استنفار تام في الأقاليم الجنوبية وقد ترد الساعة الصاعين، مؤكدا أن المغرب سيلتزم سياسة ضبط نفسه طالما بقي الأمر في شكله المدني.